وهنا زي ما قلنا بيجي دور الصناعة، إن الصانع العمل في حد ذاته لازم يكون عنده الجودة الكافية والشغف الكبير إنه يقدم الاتنين بقدر المستطاع. ولو اتكلمنا عن الإنتاج في مصر، سوق الدراما في مصر سواء أفلام أو مسلسلات، فالصناع بشكل عام مهما كان الإنتاج كويس هتلاقيه طول الوقت عايش على فكرة الشطرة تنزل برجل حمار. وده لأن ارتفاع الأسعار الشديد أثر بالسلب كتير جدا على عدد أيام التصوير، على المعدات، على الديكورات. يعني الفلوس اللي كانت بتنتج مسلسل 30 حلقة صعب إن هي تنتج مسلسل 15 وأحيانا 10 حلقات في وقتنا الحالي. فهنا بتبان قوي شطارة الصانع ده، هل هو متمكن من أدواته؟ هل هو عنده فكرة معينة عايز يمررها أو يقولها أو يحكيها بالإمكانيات اللي موجودة؟ لأن إحنا في الصناعة عندنا برضو في مصر بالتحديد مفيش هيكل واضح الناس بتشتغل بيه. يعني مفيش شركات انتاج موحده عايزه توصل لسكيل معين، لا، هو كل واحد بيشتغل بشكل منفرد عايز يكسب بطريقته، بالطريقه اللي بيعرف يشتغل بيها، يسوق بيها، يوفر بيها في ميزانيته. كل شركه ليها السيستم بتاعها، لكن في النهايه مفيش حاجه بتجمع الكيانات دي مع بعض بشكل هرمي او بشكل سلس يقدم منتج كامل للناس في مشروع ان كان.